اليوم نرحب بسيد بشير شوشة، وهو منتج محتوى بصرية سمعية مشهور. ومرحبا بك بشير، يعني هذا شرف لنا. وطبعا هذا بيكون يعني جولة استكشافية للسفارة الفرنسية، وهذا بناء تاريخية. وعندي بعض المعلومات إن شاء الله مفيدة بالنسبة لك في هذا البناء، بناء المنزل والسفارة. انا كنت عارف انه حضرتك بتتكلم عربي، بس ما كنتش عارف تتكلم عربي كويس لا، قوي أنا كده. أحاول أزعم أتكلم بالعربي. طيب، احنا المبنى بتاع السفاره ما كانش ده المبنى الاساسي، كان في مبنى لا، قديم قبل كده. كان مبنى قديمة في منطقة إسماعيلية في القاهرة، وسط البلد، داون في تاون وسط دلوقتي. البلد. تاريخ يعني كان رجل من النبلاء الفرنسي، كونت دو سان موريس، وسافر إلى مصر وحصل على منصب مدير عام للإسطبل الخديف. وتدريجيا يعني حصل على مزيد من المناصب المهمة، هندسة إلى آخره. وكونت دو سان موريس كان له اهتمام كبير في الهندسة العربية والحضارة العربية. وبعد شوية في عام 1870 تقريبا حصل على قطعة الأرض من الخديف في إسماعيلية، وقرر بناء فندق شخص أو هوستل، un hôtel particulier بالأسلوب العربي. ولذلك يعني أخذ طبعا بتصريح الخديف قطعة من قطعة تدمير الفنادق أو البيوت القديمة في القاهرة. ولذلك يعني مارس إعادة الاستعمال الأبواب، الزليج، بس نشوف هذا يعني كانت بيوت كانت بتتهد، كانت في عشان بيعملوا طرق. وفي صورة منزل سان موريس في السفارة. وبعد 10 سنوات كونت دو سان موريس قرر البيع المنزل لمكان السفارة في الوقت، كان المفوضية الفرنسية. المفوضية الفرنسي اشترى اوتيل دو سان موريس وبقى هنا. بس طبعا بمرور السنوات تدهرج البناء، والمنطقة حول البناء ما كانت كويسة. وقرر الفرنسيين شوف إذا في مكان تاني. وكان مكان هنا في هذه المنطقة كان اسمها أرض الشاطئ. نهر النيل موجود هنا. يعني هذا قصة طويلة شوية، بس كان يعني مالك بنك في اسكندرية اشترى قطعة الأرض كبيرة هنا، وتم تقسيم الأرض وباع قطعة الأرض لمن يحب اقتناء الأرض. وكان يعني رجل أعمال ثري من أسيوط، سينوت حنبي وأخوه اشتروا قطعتين الأرض هنا وجنب. هذا في سنة 1924. تم بناء
المنزل لسنوت حنا في سنة 1928. اللي هو المنزل ده، وهذا المنزل ده اللي هو مقر حضرتك. هذا المنزل، بس مع الأسف الشديد سنوت حنا بي توفى في 1933، وبنته ما كانت تريد أن تمسك هذا الفندق وقررت البيع، والحكومة الفرنسية قرر اقتناء هذا البيت والأرض. بس هذا منزل مو سفارة، مو مفوضية، نحتاج في يعني مكان ثاني. كانت قطعة الأرض كبيرة وقررنا بناء السفارة في ذلك الوقت. هذا يعني 1937. الرئيس المفوضية كان دو فيتاس. دو فيتاس كان اشتغل في المحافظة العامة الفرنسية في المغرب، وكان يحب الهندسة المغربية، بس الهندسة المغربية معاصرة في الثلاثينات طبعا. واتصل مع مهندسين وعملوا هذا البناء. هذا ما نسمي الشانسيلري، المستشارية، يعني مكان السفارة. وعجيب شوية نجد في مصر بناء بأسلوب مغربي. صحيح. بس هذا يعني قرار من جاك دو فيتاس. أعتقد أن البناء جميل، ولو سمحت يعني ممكن نعمل جولة في مدخل السفارة. الحاجة اللي بتخلي المكان هنا مميز جدا غير الطراز المغربي، إن كل الحاجات اللي كانت موجودة في السفارة القديمة طبعا اللي خدها سان موريس وحطها كلها، معظمها تم استخدامها هنا تاني طبعا واتحطت هنا طبعا. فبقى طراز مغربي على حاجات مملوكي أكيد. عثماني. أكيد. جاك دو فيتاس كان يحب إعادة استعمال عناصر التزيين الموجودة في الأوتيل دو سان موريس، وجاب كل هذه تقريبا كل عناصر التزيين في السفارة الجديدة. وهنا مثلا عندنا حوض ونافوره، هذا من اوتيل دو سان موريس. دي كانت موجوده كان موجوده في القاعه الوسطيه في القنصليه وفي اوتيل دو سان موريس. كذلك في سبيل في حاله يعني صعبه شويه، بس نشتغل في ترميم هذا السبيل. وهذا يعني رمز سلطان بيبرس الاسدين. يعني ده السبيل ده كان في وقت الظاهر بيبرس. ده كان في بيته في الجامع، ما نعرفش، ما بعرف وين. بس والجهاز يعني يسمح تنقية الماء، ياخذ الرمال. اوكي، فالماء تنزل من هنا والرمال يعني تبقى في الحيط هنا، ويمنح كذلك تبريد الماء. مع الأسف الشديد ما يشتغل اليوم، بس تحفة. وإعادة استعمال البلاط كمان، كما ترى هنا. هذا البلاط إزنيك من تركيا، وهذا الأسلوب الإزنيك مشهور جدا ومنتشر في تركيا، واستعملنا هذا. وهنا كمان يعني البلاط ده كان موجود في بيوت او في اماكن اتهدت، وبعدين اخذ اوغست سان موريس حطها في المبنى بتاعه، الاوتيل بتاعه اللي كان في وسط البلد دلوقتي، وبعدين اتفك واتحط هنا تاني. اكيد. يعني لولا المرحلتين دول كان زمان الحاجات دي كلها متكسره وما شفناهاش ومش عارفين نستمتع بيها يعني. بس في حالة يعني كويسة. في حالة كويسة جدا طبعا. وفي مزيد من البلاط. وهنا سورة الإخلاص: أن له أحد وله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والباب ده والأبواب، كل الأبواب من أوتيل دو سان موريس. هذا باب
بالخشب والنحاس. كل الابواب اللي في الاستشاريه هنا كلها ابواب تقريبا. بس في مزيد من الابواب. الباب من النحاس او حديد، نحاس اعتقد، ليتون. وفي خط تحت الملك الظاهر بايبرز. اوكي، فده غالبا كان في القصر بتاعه مثلا او حاجه زي كده. وما عندنا يعني معرفة دقيقة، بس نتصور أن هذا كان باب يمكن مدرسة قريبة من مسجد بايبرس. تم يعني تجديد هذا، كما ترى هذا جديد. وفي تاريخ. اوكي، فالباب اقدم من الكتابه. 661 تمام هجرية. بس في الوقت ده الناس ما يستعملون هذا، كان يستعملون العدد الهندي. كانوا يستعملون التعديد الحروف العربية، لأن هذا دليل عن تجديد هذا الجزء. اوكي، يعني الباب اقدم من الكتابه. من هذا الجزء، من الحته دي. كل الاسقف دي كانت موجوده في اوتيل دو سان موريس. تفصيل مهم، هذا القبيض بالاسلوب المملوكي. اوكي، القبيض داخل التل يعمل شبكه. ايوه، وهذا بالاسلوب المملوكي. نلاحظ فوق يعني خط عربي أنشأ هذا المكان المبارك الكونت سان موريس بهندسة غورفون. كاتب اسم المهندسين كمان. وهنا كمان وهندسة والسقف. خواجة تشيزاري. والتاريخ 1296. بس الباب ده تحفة. وفي خط ثاني هنا يعني. بس دي قطعة واحدة ولا كذا قطعة يعني؟ كلها حاجة لا. واحدة ولا دي حاجة ودي حاجة؟ قطعة ثانية. اوكي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يظهر الباب هنا باب من كنيسة قبطية. اوكي، باب من كنيسة قبطية. ومزج بين عناصر إسلامية وقبطية. حلو قوي قوي. وكل هذا يعني فسيفساء. ده مهد استنبخسوه. مهد كان يستعملوا كونت دو سان موريس ليزرع الزهور. اوكي. واو. يعني ادابتيف، اعاده استخدام. ما كان عنده اطفال. ايوه. كل الفسيفساء بالرخام من الاوتيل دو سان موريس، واعاده استعمال كمان. الزجاج بالازرق، احمر، اخضر، وملونه من الشمس، تتغير بمرور الساعات. اوكي، حسب درجه الشمس. حسب درجه او الازرق يفتح او يغمق. هنا الشمس هنا. وهذا كذلك الوان فوق الالوان. نشوف الالوان من هنا افضل. وهذا جهاز للتكييف الطبيعي. اذا تفتح النافذات اللي فوق وتفتح النافذات هنا. الهواء تدخل، والهواء السخون يعني يخرج من النوافذ اللي فوق. دي برضو ابواب من ميزون. بالنسبه للابواب، هذه الابواب مو ابواب اصليه.
بس أبواب جديدة في القرن ال 19، واستعملوا في هذه البناء هذه الأبواب جزء من أبواب قديمة. اوكي. الإطار جديد. اوكي. هذا الإطار من القرن ال 19. اوكي. هذا التزيين قرن القرن ال 19 أو ال 14. 14. اوكي. 14 بالعظم بالعظم. وهنا في عاج. هذا أيوة. عاج. عظم عاج. ونفس الشيء يعني الإطار من القرن ال 19 والباقي التزيين من القرن ال 14. وكل الباترن طبعا جيومتريكية وهندسية إسلامية. هذا المدخل لمكتبي ومكتب المستشار. في طبعا هذا الصندوق هندي ومنتشر في العالم العربي كله. شفت هذا في سوريا وفي عمان. في عمان يسموه مندوس. وهذا يعني هداية للبنت المتزوج. اوكي. تحط فيه كل الازياء واللباس الصندوق هندي من جوجرات. وده غالبا لو كونت سان موريس كان مشتريه، يعني ده كان مشتري أقدم كثير من الأثاث العربية والإسلامية، وباع جزء من هذا الأثاث للبريطانيين. اوكي. لما جه يبيع البيت قبل في الوقت اللي سان موريس أراد بيع المنزل والأثاث، راح للخارجية الفرنسية. لا، راح للخارجية الفرنسية وخارجية يعني قالوا هذا غالي جدا ورفضوا. وسان موريس اتصل بالبريطانيين. البريطانيين قبلوا اقتناء جزء من الأثاث، بس رفضوا اقتناء البناء المنزل. بس جميل بالنحاس والخشب. وهذا صورة أوتيل دو سان موريس في 1937. تم تدمير للأسف في أعتقد في 39 تقريبا، عشان يبنوا العمارات، عشان يعني كان في حالة سيئة جدا. المياه الجوفية، مياه والسقف يعني تحت. السقف ده هنا في خط عربي بس مش باين. تكلمنا مع خبراء وبعض منهم قالوا هذا يعني يزع مو عربي أصلي، بس يعني سودو عربي. خط بدون يعني؟ لا، خط بدون معنى. بدون معنى، كلمات كده محطوطة بلا معنى. اوكي. بس لازم مزيد من البحث. بس هل في كلمات ليها معنى جملة وراها اوكي وراها حاجات ملهاش معنى؟ وفي هذه الابواب عندنا اسم سلطان برقوق. يعني بداية المخطوطة يعني ناقصة لمولانا السلطان الملك الظاهر برقوق نصر. في تكملة بس مش موجودة. برقوق. وهنا بداية سورة كمان، أيها الذين آمنوا أرقعوا واسجدوا وأعبدوا ربكم. وهذا أصلي كمان. ده برضو كان عند البلاط
كان في منزل ساموريس، ومأخوذ من بيوت تم تدميرها. مكتب المستشار بونجور. رافائيل مارتن لاغارد. السقف يعني من القرن ال19 جديد، بس بألوان جميلة جدا، الوان جميله جدا فعلا، وبهندسة جيومتريكية تقليدية. هذا ما تسمى بالصفة، والصفة مكان لخزانة الأطباق، وفي واحدة هنا، في واحدة في المدخل في القاعة المركزية، وكذلك إعادة استعمال من أوتيل دو سان موريس ومن البيوت القديمة في القاهرة. بس الفخار من المغرب كمان، لأن رافائيل كان مستشار أول في الرباط. اوكي. وهذا يعني ينسجم مع الأسلوب المغربي. ايوه. ايه واللوحات هذا ملك المستشار. دي اوكي. لا حلو قوي. والصندوق ما يسمي بالسينية الكاتب. هذا من سوريا أعتقد. من سوريا برضو اوغوست سان موريس ولا من سان موريس. كان بيحطوا جوه ايه؟ مجوهرات، بيجو؟ ما بعرف. سينية الكاتب، يمكن الكاتب يحط قلم وأوراق، ما بعرف. ممكن، صح. أخيرا هذا المكتب. اوكي، انا بحب الاسقف قوي. انا بحب الاسقف قوي قوي. ده اللي كان موجود في اوضه نوم اوغوست سان موريس. كان اكيد بالضبط. حلو قوي 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 قوي. ونقلوا السقف من اوتيل سان موريس هنا. اتصور يعني قطعوا جزء هنا. ايوه عشان الصفه، وهذا يعني والابواب برضو يعني اعاده استعمال. هذا الاطار الجديد، هذا القطع القديم. جديد يعني جديد من القرن 100 سنه، اكثر من 100 سنه. وطبعا يعني سفاره فرنسا في شامبوليون طبعا، واخو شامبوليون هنا، واخو والمدخنه برضو من المدفأة. هذا يعني صفة، بس عملوا يعني مدخنة. يعني دي برضو زي الثانية. اوكي. شوف هذا يعني قديم جدا. ايوه. وحجر رشيد او نسخة حجر رشيد. ايوه. مكتب حضرتك حلو. شوي. شكرا على الشغل. شكرا. وفي الترابيزه هنا يعني حطيت الكتاب مفيد جدا، ميزون دو فرانس او كير. تفضل. ميرسي. من مرسيدس فولي، هي يعني خبيره فرنسيه في الفنون الاسلاميه، وتم نشر هذا الكتاب من إيفاو، المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. وكما تعرف هذا مؤسسة فرنسية قديمة جدا ومهمة جدا، وتشتغل في كل يعني ميادين الآثار المصرية، سواء كان فرعونية أو إغريقية أو قبطية أو إسلامية إلى آخره. والكتاب ده حلو، أنا قريته. بيحكي القصة كلها بتفاصيل أكتر بكتير قوي، بس حلو قوي الكتاب ده يعني فعلا. أنا عندي. تفضل. ميرسي. عندي يا جولي. ميرسي. إذا في مزيد من الأسئلة يعني مستعد لا، بس فكرة إعادة الاستخدام وإعادة التدوير دي أنا بالنسبة لي حتى في الأماكن اللي هي الأثرية، لما نعيد استخدامها إحنا كده بنحافظ عليها. فكل الحاجات دي اللي موجودة هنا يعني موجودة بسبب إنه في حد فكر إنه ياخدها كونت سان موريس، وبعد كده في حد فكر إنه ينقلها هنا،
وانتوا بتحافظوا عليها انا شايف، فيعني دي حاجه مهمه. يعني انا شكرا انكم بتحافظوا على الحاجات دي يعني. أعتقد في بعدين، في بعد محافظة الآثار والتراث، هذا مهم، وفي بعد الحفاظ على البيئة. يعني إعادة استعمال الفنادق أو البيوت، هذا يعني يسعدني للحفاظ على البيئة، لأن إعادة الاستعمال يعني أقل انبعاثات الكربونية، وأقل نفاية، وهذا أعتقد يعني اتجاه مفيد بالنسبة لنا وبالنسبة للبشرية كلها. وفي كثير من الأماكن الجميلة جدا في مصر تستحق ترميم واستعمال كإعادة استعمال. يعني في اسكندرية مثلا، في القاهرة، وهذا يعني تحفة. حضرتك لفيت بلاد كتير قوي، ودخلت طبعا سفارات وقنصليات فرنسيه كتير قوي. هل في حاجات قريبه من المبنى ده في بلاد تانية؟ مثلا في دمشق السفاره او منزل السفير كان قصر الملك فيصل. كان القصر بتاعه؟ كان القصر لكن بتاعه ولمده قصيره جدا قبل ان ينتقل الى العراق. بس وتم اعاده مو اعاده البناء بس ترميم. بس مع الاسف الشديد الان يعني مسكر. في تونس كذلك منزل السفير قصر قديم تبرع من حسين بي إلى القنصل الفرنسي في الوقت، في ليون روش كان اسمه. وليون روش كان صديق مع البي، هو السلطان في ذلك الوقت. والبي تبرع هذا القصر، كان ملكوه في مدينة المرسى، والبناء يعني جميل للغاية بس بأسلوب تونسي. تونسي يعني عثماني إلى حد ما، وعربي ومزج. وتم اكتشاف بعض الآثار في الحديقة اللي حول القصر. وكل الآثار موجودة في الحديقة. بس مكان زي ده اتخذت حاجات من مكان تاني إعادة استخدام، ما فيش كتير متهيألي. ما فيش كتير. طب المزج بين كذا نوع فن وكذا حقبة تاريخية، بين مودرن وبين قديم قوي، ده بالنسبة لحضرتك ايه نوع الجمال ده؟ يعني هذا جميل جدا، وهذا يعني الربط بين اليوم والماضي. والبشر يحتاج هذا الجذور في الماضي. هذا جزء من هويتنا كبني آدم، نحتاج أن نعرف التاريخ. وطبعا يعني مصر بلد التاريخ، بلد الحضارة، الدنيا. وفي مصر أعتقد أن هذا البناء رمز من الربط بين الماضي والحاضر. تمام. ايه اكتر هقول قطعة، يعني في اسقف، في حاجات كتيرة، بس ايه اكتر قطعة حضرتك بتحس انك لما بتقف قدامها كده بتقول يا معقولة كده، يعني في حاجة حلوة كده؟ في المدخل المدخل يعني مكان يعني جميل للغاية. الباب والابواب والخط والضوء والالوان والهدوء، في شعور من الانسجام بين عناصر التزيين.
وتسمع يعني بلبل الطيور. ايوه الطيور. لا حلو لو كمان صوت ميه كمان مع الطيور وقاعده هنا تحفه. وشكرا ان حضرتك سمحت لنا نشوف، عشان الحاجات الحلوه دي لما الناس بتشوفها بتديها جمال اكتر، وبتخلي الناس تحس اكتر بالصداقه اللي بين الشعب الفرنسي والشعب المصري. يعني شكرا جزيلا.